الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. لك الحمد كثيرا كما أنعمت كثيرا. لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وأن نكفرها بعد أن عرفناها، وأن ننساها ولا نثني عليك بها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس بما وصى الله به الأمم الغابرة كما وصى الأمة الحاضرة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، من تنبه سلم ومن غفل ندم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. أيها المسلمون، أمر الله بالشكر ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص قلبه، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله، وحارسا وحافظا لنعمته. وجعل الله الشكر غاية خلقه وأمره، فقال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل العبادة هي الشكر، فقال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أثنى الله به على أوليائه الخلفاء وأنبيائه الأصفياء، فقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن الخليل عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وذكر عن سليمان عليه السلام أنه قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقرن بين الشكر والعمل الصالح. ولما تم له ما أراد من إحضار عرش ملكة سبأ، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أما خاتم النبيين وإمام الشاكرين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف. ولا يكون المسلم شاكرا لأنعم الله حتى يشكر ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. وحقيقة شكر النعمة الاستعانة بها على مرضاة المنعم، ومن استعان بنعمة الله على معصية الله فقد كفر بالنعمة وتعرض لعقاب المنعم. وإن الشكر ليس مجرد حمد باللسان، ولكنه مع ذلك عمل وإظهار للامتنان. وقد قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل
عباد الله، الشكر سبب لرضا الله عن عبده، وإن تشكروا يرضه لكم، وهو أمان من العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال قتادة رحمه الله: إن الله جل ثناؤه لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا. والشكر سبب للزيادة. قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الحسن البصري: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها طلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، كما يسمونه الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. ولما كانت هذه منزلة الشكر، كانت وظيفة إبليس أن يصد الناس عن الشكر وأن يصرفهم عنه، كما قال الله عنه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وما أقل المتصفين بالشكر. قال عز وجل: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولهذا كان من دعاء الأنبياء: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقوله: اللهم إني أسألك شكر نعمتك، رب اجعلني لك شكارا. وأوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عباد الله، إن الله تعالى أعطى وأجزل وأنعم وتفضل وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإنما تثبت النعمة بشكر المنعم. وقد وعد سبحانه وأوعد وهو القادر، فقال وهو القادر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفران النعم وجحودها واتخاذها مطية للعصيان والتمرد والبطر والاستكبار على أوامر الله ونواهيه سبب لمحو البركات وسلب النعم وتبديلها بالنقم ونزول البلايا والعقوبات العامة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجوع والخوف. ولقد قال: فكفرت بأنعم الله، ولم يقل كفرت بالله. ذلك أن كفران النعم سبب الجوع والخوف، وسبب الفتن والاضطراب في الأمن والمعايش. وإن من كفران النعم الإسراف والتبذير والطغيان والتباهي بما يجلب سخط الله ومقته وينزل غضبه وعقابه. كلا إن الإنسان